موقف النهارده يا بنات والله العظيم حصل معايا أنا شخصيًا، وأنا بنت صغيرة من زمان يعني. المهم كنا في فرن بلدي، والفرن البلدي ده زحمة جدًا، والطابور بقى الستات جاية على الرجالة ماشي، وزحمة بطريقة مش معقولة، وأنا واقفة ورا كده ورا بنت، وفي راجل ما عندوش دم، يعني عايز يحشي رقبته بصراحة، ما باحبش الرجالة اللي بالشكل ده، ربنا يهديهم كده ويرحمنا منهم. المهم هو عمّال يغلِّس على البت وعمّال إيه، عايز يقرّب منها، يعني عايز يصدّر يخبطها كده بدراعه في صدرها يعني، المهم عمّال يلزق فيها. أنا بقى بذكائي مفهوميتي اتغصت منه، عملت إيه، صدّرت دراعي، تنيت دراعي وصدّرته بقى بينه وبين الدنيا زحمة، ما هوش هو عشان كمان غلطان مش هيقدر يقول أنتِ حاطة دراعِك كده ليه، ماشي، أنا اللي شايفاه، وهو عشان غلطان وعايز يتدق على دماغه هو واللي زيه ما قدرش يفتح بُقّه. ال البت من كتر الزحمة ما هيش واخدة بالها ومش حاسة أو خايفة، وفي كتير بنات بتبقى خايفة مش عارفة تعمل إيه. بصراحة الموقف أنا ما انساهوش لحد دلوقتي، أمّا صدّرت دراعه بَص لي حتّة بصّة، وأنا بصّيت له من فوق لتحت وتنّيت حتى دراعي، بجد الموقف عجبني. المهم وقف شوية وبعد كده إيه، تجنّب بقى وباعد على جنب، يعني لازم تعمل موقف، لازم ما الغلط اللي أنت شايفه لازم تقول إن أنت غلطان، لازم تعمل حاجة. طبعًا أنا ما قدرتش أتكلّم لإن الموقف ما كانش معايا، بس اتصرّفت، وهو حَس كده إن في حد شافه، وحد شاف إن هو غلطان وحاول يتصرّف. بجد يا بنات ما تخافوش وما تسكتوش على الغلط، لو سكتنا على الغلط هيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وإحنا مش في حِمل. ربنا يسترها علينا وعلى بناتنا وعلى كل حبايبنا، وربنا يهدي الناس اللي هم بالشكل ده اللي هم بقوا منتشرين بطريقة مش معقولة دلوقتي. كده يعني ده أبسط حاجة، ده في أكتر من كده بكتير أوي. الحمد لله ربنا يرحمنا ويسترها معانا جميعًا ويعدّيها على خير.